أصلي فرضي بوقتها، وصيتك لا ماني ناسيها. لا تخليها ما أخليها، لا تخليها راح أصليها. السلام عليكم، معاكم مس مي معلمة التربية الدينية. اهلا بيكم حبايبي. النهاردة الدرس الثالث لقسم العبادات. خلصنا اول درس كان عن الطهارة، الثاني كان عن الاذان والوضوء، الثالث النهاردة عن صلاة الجماعة. يلا مع بعض صفحة 40. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز 27 درجة. يعني أنا لما أصلي صلاة جماعة مع إخواتي، مع بابا، مع أصدقائي، أفضل من إني أصلي لوحدي. بيجازينا ربنا بكام درجة؟ ب27 درجة. طيب، صلاة الجماعة هي أن تصلي مجموعة سواء كنتم 2 أو أكثر خلف الإمام في صفوف متساوية زي ما انتم شايفين كده في الصورة. لازم يكونوا متساويين، ونتبع الإمام في كل ما يفعل. فإذا كبر نكبر، وإذا ركع نركع، وإذا سجد نسجد، وهكذا في كل أعمال الصلاة. ويصلي المسلم جماعة في أي مكان طاهر، سواء كان في المسجد أو المنزل أو المدرسة أو أي مكان طاهر. بنفتح مع بعض صفحة 41. السؤال الأول: أي من هذه الصور تخالف شروط صلاة الجماعة؟ هنشوف الصورة الأولانية، أدي ولد بيخالف الإمام، يبقى في الحالة دي الصورة بنضع له خطأ لأن أنت تخالفت شروط صلاة الجماعة. شوف كده الصورة اللي تحتيها، السيدات بجانب الرجال في صلاة الجماعة، هل يجوز؟ لا يجوز. بنعمل خطأ لأن دول بيخالفوا شروط صلاة الجماعة. شوف بقى الصورة التانية، ادي صلاة الجماعة كلهم رجال بيتبعوا الإمام. صلاة الجماعة التانية برضو بيتبعوا الإمام. هنا الفرق بس ان هنا متقاربين وهنا متباعدين علشان الكورونا، فواخدين حذرهم. معايا بقى السؤال التاني: ما فضل صلاة الجماعة؟ هنكمله مع بعض. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز. قلنا تفضل يعني أفضل. صلاة الفز اللي هو الفرض، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض بكام درجة؟ ب27 درجة. بالشكل ده حبايبي بيكون الدرس انتهى، وعرفنا النهاردة صلاة الجماعة وحلينا التدريبات كمان عليها. شكرا ليكم، ودايما هتكونوا في سنة تانية آخر شطارة. ما أخلي